السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. منورين دايما قناة يومك اجمل مع ام فارس. لو لسه اول مرة تشوفيني فضلا وليس امرا ما تنسيش اللايك والشير للفيديو وتضغطوا على زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله ينزلكوا على طول. يلا بينا بقى كده نعمل تورتايه مدورة مقاس 28. هقول لكم انا كلفتها كام وبعتها بكام. معايا هنا 300 جرام من الدقيق الاسبونش الفانيليا، عليهم 4 بيضات، عليهم معلقة فانيليا سايلة، وربع كوباية مية، ومعلقة محسن جل، معلقة صغيرة من بتاعة الشاي بس ازود شوية لان انا حاطة 300 جرام من الدقيق. جبت بقى الصاج بتاعي كده وفرشت فيه ورق الخبز، وجبت القطاعة. الصراحة يعني القطاعة دي احنا بنجيبها عشان نقطع بيها مقاس التورت يعني. فانا سويت فيها على طول، يعني جبت الصاج بتاعي كده وفرشت ورق خبز وعملت المقاس اللي انا عايزاه بالحجم يعني اللي انا عايزاه في الصاج اللي انتوا شايفينه ده. وكنت مشغله الفرن يسخن جدا على 180 درجة، وبعد كده اوطي الحرارة بتاعته. سويت كده وش الكيكه بتاعتي ودخلتها الفرن. وزي ما عملت الفانيليا عملت كيكه الشوكولاته نفس المقادير بالظبط، بس عندي في السبونش الشوكولاته بزود بيضه يعني عن الفانيليا. بعد ما خرج كده من الفرن قشرت الوش بتاعه علشان الوش ما يبقاش حلو في الاكل يعني. وقطعت كده بالمنشار بتاعي كل كيكه قطعتها لقطعتين اتنين. جبت البورد كده مقاس 30، وجبت كده اول قطعة من كيكة الشوكولاتة. وبعد كده كنت قاسمة الكريمة نصين، نص كريمة بيضة والنص التاني ضفت لها معلقتين كاكاو اسباني علشان تاخد كده طعم الشوكولاتة معايا. سويت كده اول قطعة، وحسب برضو ما العميلة بتبقى طالبة معايا عايزة الكيكة فانيليا او شوكولاتة، فاحنا دايما بنسأل اول ما الاوردر يجينا بنسأل يعني الكيكة نعملها شوكولاتة او فانيليا. سويت كده بقى وش الكريمة من فوق، وكان عندي جناش شوكولاتة برضو ضفت كده، عملت الحشوة شوكولاتة من جوه. طبعا بيدي كده طعم معايا جميل قوي. وجبت كده القطعة الفانيليا وبرضو نزلت بالكريمة البيضة وسويت كده الوش بتاعه. طبعا انا بتاسف لكم جدا على ان انا اتاخرت عليكم في الفيديوهات، يعني كان عندي ظروف، فمعلش مش هتاخر عليكم تاني. هنا بقى لقيت الطبقة بتاعت الكيكة الشوكولاتة دي، حسيت ان الحروف بتاعتها عالية شوية. فجبت كده السكينة بتاعتي وسويت كده الأطراف كلها علشان لما اجي اجلس الكيكة بتاعتي في الآخر التورتة ما يبقاش عندي حتة طالعة وحتة نازلة. لا، سويتها كده عشان تبقى واخدة كله منظر كلته واحد. سقيت بقى كده السيرم، اهم حاجة السيرم زي ما قلتلك. وبعد كده ضفت كده الكريمة، وبعد كده جناش الشوكولاتة برضو بيديني طعم جميل جدا. واخر كده قطعة معايا هي الفانيليا. طبعا لازم تسوي برضو الحروف بتاعتها ما يكونش بارزة كده طالعة حتة بارزة وحتة نازلة. سويتها برضو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. لو وصلت لحد هنا بقى الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله ينزل لكم على طول. طبعا افضل حاجة ان انا بضيف الكريمة بتاعتي كده في الكيس اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده بلف حوالين التورتة دي بيسهل عليا طريقة التجليس جدا. بظبط صلي كده على عليه افضل محمد. الصلاة والسلام، بظبط كده الكريمة بتاعتي بالسكلافر. اهم حاجة يا بنات يكون الكريمة بتاعتك نوعها كويس، يعني بتستخدمي نوع كويس علشان الطعم برضو وتديك نتيجة افضل في التجليس. بسوي بقى كده الجنوب بالسكلافر وعلشان يعني بشوف المكان يعني اللي محتاج كريمة. بعد ما بجلسها كويس كده واسويها خالص من الجنوب ومن فوق، وما بخليش اي حتة طالعة بارزة خالص، بدخلها بقى الفريزر علشان تقعد معاكي اقل حاجة يعني تدخلها الفريزر نص ساعة او ساعة، يعني علشان تسهل عليكي طريقة التزيين. انا بعد ما دخلتها الفريزر قعدت معايا كده ساعة. خرجتها تاني من الفريزر وقسمتها كده بالسكينة بتاعتي. قسمتها ل8 اجزاء يعني كأن جاتوه بالظبط. كنت بقى عاملة الشوكولاتة دي على ورق زبدة، يعني كنت واخدة المقاس بتاع التورتة.
ما حبيتش ان انا اعمله، هبقى اعمله تاني في فيديو تاني يعني علشان الفيديو ما يطولش. وجبت كده خدت المقاس، واي حته بحسها الشوكولاته يعني اللي انا عاملاها بقص منها يعني زي ما انتوا شايفين كده. بقطع بقى القطع بتاعي علشان احط الشوكولاته فيه. انا دلوقتي بشيل اي زوايد يعني، بقيس كده وبعد كده بشيلها تاني وبظبط المقاس. قسمتها كده، عملوا كده معايا 8 مثلثات. طبعا انا عملت الشوكولاته دي عملتها يعني عشوائي كده، ما عملتش اي رسمه ولا حاجه يعني. فكنت حابه يعني النوع الساده ده. جبت بقى شريط الفاكيوم اللي انتوا شايفينه ده ولفيته حوالين التورته. ببدأ بأول جزء من الفاكيوم، وبعد كده بلف التورته معايا. بيلف يعني، وبعد كده بثبته كده بايديا حوالين التورته، بيلزق معاكي على طول على الكريمه. كان عندي بقى كده عملت اول مثلث كده جناش شوكولاته. طبعا عايزه تعملي كل اتنين قبل بعض ممكن، بس كان عندي صوصات يعني، وعندك فواكه حطي، عندك اللي موجود عندك حطيه. عملت كده اول حاجه جناش شوكولاته. صلي على محمد عليه الصلاه والسلام. وعملت التاني برضو جناش شوكولاته، بس هضيف عليه حاجه تانية يعني. وبعد كده عملت صوص الفراوله. بسويه كده بقى باي حاجه معاكي صغيره علشان تعرفي تحطيه في الاماكن يعني اللي ما بوصلش فيها حاجه. وكان عندي قطع كده فراولة مقطعاه يعني فريش جاهزة، وبعد كده ضفت عليها كده من فوق صوص الفراولة. المثلث الرابع بقى هعمله بصوص الكراميل. ضفت الكراميل كده ووزعته برضو. طبعا انا بعمل كده بحذر علشان الشوكولاتة معايا ما تتكسرش ولا حاجة يعني. خامس مثلث بقى بعمل روزيتات من مربى الحليب. طعمها حلو قوي وبتدي شكل جميل قوي. عملت كده روزيتات بمربى الحليب. شايفين الجمال والحلاوة؟ طبعا صاحبتها انبهرت بيها وقالت لي تسلم ايدك، كانت طعمها تحفة. المثلث السادس بقى هستعمل زبدة اللوتس. طبعا بستعملها ازاي؟ بسيحها على حمام بخار يعني، وبعد كده بضيف لها معلقة صغيرة من الزيت، وبعد كده بعمل بيها بقى الشكل اللي انت عايزاه. نزلت بقى كده برضو، وكان عندي بسكوت اللوتس ضفت عليها برضو. كان عندي بقى كريسبات صغيرة كده ضفتها على المثلث الشوكولاتة، ومثلث الشوكولاتة التاني ضفت له كريسبات من اللي هي الشوكولاتة الكبيرة. شكلها تحفة بجد وطعمها كان جامد. المثلث السابع بقى عملت كده، جبت جناش شوكولاتة وضفته على الكريمة بتاعتي، وبعد كده دخلته الفريزر اللي يجمد شوية، وعملت بيه روزيتات. المثلث الاخير بقى عملت كده، كان عندي كريسبي ابيض يعني شوكولات ابيض، وعملت كده الشكل اللي انتوا شايفينه ده. يا رب يكون عجبكم والشكل يكون عجبكم. طبعا التورته دي اتكلفت معايا بالظبط يا بنات، استعملت 600 جرام من الدقيق، واستعملت 8 بيضات، وربع ربع كريمه شانتيه يعني على لباني. واستخدمت بقى الصوصات والشوكولات والكريسبات اللي انتوا شايفينها دي. طبعا التورته دي خرجتها 150 جنيه. مش عارفة بقى الأسعار بقى عندكم ايه، بس أنا يعني كلفتها كده وخرجت التورتة بعتها ب150 جنيه. لو كان بقى فيديو النهاردة عجبكم ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة، وتفعلي زر الجرس علشان أي فيديو جديد أنزله ينزلوك على طول. واستنوني في فيديو جديد من قناة يومك أجمل مع أم فارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.